في علاقات بتدخل حياتنا بتسبب لنا ألم ووجع مش بسيط. في علاقات كنا فاكرينها حب، أمان، دعم، لكن مع الوقت اكتشفنا ان هي بتستنزفنا من جوانا وبتكسر فينا حاجات كتير. النهارده فقرتنا عن العلاقات المؤذية، ازاي نكتشفها وليه بنكررها وازاي نتعافى منها ونرجع نحب نفسنا تاني من جديد. علشان كده منورانا النهارده في الاستوديو كوتش شريهان حسن، كوتش علاقات وأنظمة معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تحفيزي. صباح الهنا عليك يا كوتش. صباح الفل يا استاذه، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ والله الحمد لله كله تمام. اخبار العلاقات ايه؟ اهو. خلينا نبدا من الاول. اوكي. يعني ازاي بنكتشف ان العلاقات ديت مؤذيه؟ نكتشفها ازاي؟ ايه العلامات اللي تبقى في البدايه كده تلمح لنا من قبل ما نتعلق بالشخصيه دي ان هي تكون علاقه مؤذيه؟ اوكي، الاول خلينا نعرف الاول ليه بنقول علاقه اساسا مؤذيه، وبعدين اقول لك علاماتها. ليه بنقول انها علاقه مؤذيه؟ هي كل علاقه ممكن تكون بتسبب اذى جسدي او نفسي للانسان، بيحس ان هو مستنزف جواها، ان هو مش هو نفسه، او لا طاقتي خلصانه مش قادره اعمل حاجه. لما تكون في مشكله في العلاقه دي حياته حرفيا كلها بتقف، بيوقف اي حاجه في حياته، انجازه، شغله، حتى لو تربيه، حتى لو حاجه موجوده جوه البيت كله بيقف بناء على ان في مشكله في العلاقه دي. فبالتالي هي علاقه بتستنزف طاقتنا. علاماتها انها بتوقف لي الحاجه، بكون في مشكله فيها اذا فلا تتوقف الحياه. حزن شديد جدا، بحس ان انا اكني طفل صغير، او بحس ان انا منبوذ مهجور، حاسه ان في وجع قوي جدا في القلب او في الجسد. وساعات طبعا بيقلب على امراض مزمنه مثلا مناعيه. فدي اشهر علامات تقول ان العلاقه دي تكون علاقه مؤذيه. ما الجسم بيتحدث عن الحاله النفسيه بالامراض العضويه. صحيح يعني جداً. مش معنى كده ان احنا اي مرض عضوي نجري للدكاتره يبقى في حاجه، ممكن بيبقى اساسه نفسي. صحيح، بتبقى فعلا يعني الاعراض موجوده عضويا، لكن هي الاساس بيبقى نفسي فعلا. يعني طب انا عايزه اسالك على حاجه، ليه احنا دايما بنجذب العلاقات المؤذيه؟ يعني مثلا حد مر بعلاقه مؤذيه للاسف بعد ما بتخلص بيجذب اللي بعدها برضه مؤذيه والثالثه مؤذيه. يعني ليه بنجذبها؟ بتبقى تكرر معانا في حياتنا كتير، ايه السبب؟ اوكي، عايزه اقول لك ان كلمه ان انا تتكرر اصلا، ان كل شويه بحس ان في باترن كده شغال، كل شويه العلاقه اللي بدخلها مؤذيه، ده اكبر دليل على ان في عندنا اساءات في الطفوله. احنا اصلا بنختار العلاقات المؤذيه بسبب اساءات الطفوله، جرح في الطفل الداخلي، او ببساطه كده واحنا صغيرين اساءات معينه ممكن تكون كونت ترومات، كونت جروح كمان اسمها ظلال الاساءات. الجروح دي بتخلينا ببساطه شديده، حتى لو انا مثلا فاهمه وتمام وحد على قدر من العلم والفهم لكن لو ما تمش التعافي من الاساءات دي ومن ظلالها او الجروح بتاعتها، بنلاقي نفسنا تاني بيتكرر ان الباترن. ده معنى كده ان التعافي حاجه مهمه جدا جدا جدا، فوق ما تتخيل اي حد ممكن يتخيل فعلا. طب ايه اهميته؟ ببساطه اهميته كذا حاجه. يعني خليني اقول لك مثلا، لما بتجيلي ليتس سي سيشنز خاصه او في البرامج اللي انا بعملها عن التعافي، بيبقى اكتر سؤال بيتقال، او مثلا لو حد بيسمع عن الكورس مثلا ليتس سي او البرنامج، او مثلا كوتش العلاقات بيعملوا ايه، او انت اتكلمتي عن العلاقات المؤذيه، فبيبقى اول سؤال بيقولوا او بتقولوا على حسب يعني ذكر او انثى، فبيبقى اول سؤال اللي هو ايه، انا على فكره مثلا ليتس سي انا انفصلت خلاص، فانا يعني انا بس سمعت الحاجه اللي انت قلتيها، فانا حاسس ان انا يعني مش تمام قوي، او ان انا عايز بعد كده اختار شريك الحياه. الفكره بتبقى اهميتها ان انا حتى لو انا خرجت من العلاقه المؤذيه ليتس سي بالانفصال مثلا، لو هي كانت علاقه زواج او نهيتها حتى علاقه عمل وانا بعدت خالص عن المكان كله، اللي بيحصل وقتها ان انا بدون وعي، لان انا عندي اوريدي جزء اساءات، عندي جرح جذب الناس دي اصلا ليا، او خلاني اروح في المكان ده، او اعرف ان المكان ده مؤذي وافضل فيه، او العلاقه دي مؤذيه وافضل فيها. فالجرح اللي جوايا ده بيبقى ما تعافاش، فبعديها بعد ما بطلع من العلاقه المؤذيه هتتكرر تاني. ده واحد. فبعمل التعافي ليه؟ علشان واحد ما كررش تاني علاقه مؤذيه. تمام. 2 علشان خاطر، واشهر الحالات اللي بتجيلي اشهرهم السنجل مامز، عصبيه زايده، ضرب مبرح جدا، بتقولي انا بخرج عن طوري، او ان انا ببقى مش قادره افهم ايه السبب، انا ليه بتعصب كده، او ليه لما عملوا الحاجه الفلانيه بتعصب بشده جدا، والموضوع ملوش علاقه باسلوب تربيه. ترجع تندم تاني جدا بعد ما بتتعصب، ترجع جدا، تندم وتبقى تاني. عارفه ومتعلمه كل اساليب التربيه الحديثه كلها. فعلشان ما اطلعش ده على التربيه، علشان ما اختارش تاني نفس العلاقات السامه والمؤذيه او ادخل فيها مره تانيه، علشان ببساطه بقى، ودي المفاجاه الكبرى، ان انا ممكن انا نفسي اتحول لشخص مؤذي بصوره او باخرى.
من غير ما اشعر. من غير ما اشعر. يبقى انا نمطي جوه العلاقه مؤذي، يبقى انا الاذى جاي مني انا، رغم ان انا رافضه التصرف اللي كان بيحصل تماما، معايا في لان انا ما الصغر. اتعافتش. أيوة. فمجرد ان انا رافضاه او مجرد الكلمه الاشهر تقول لك لا ده ما احنا على فكره يعني ابهاتنا كلهم كانوا بيضربوا او الموضوع مش بس على فكره ضرب. طب انت تعرفي ان ليتس سي مثلا ممكن اساءه تبقى جايه من حته ان ماما مشغوله طول الوقت مثلا وما بتدينيش حضن، ما بتشوفنيش، ما بتقدرنيش مثلا. ليتس سي مثلا في ممكن صدمه او جرح يسبب جاي من الاساءات، بابا مثلا ما حضنيش ابدا مثلا، ده جرح هجر، يسمى جرح هجر. لان في 4 جروح علشان كده من الاساءات. صحيح. عشان كده الحضن مهم جدا للاطفال، جدا، مش بس للاطفال، ده للكبار كمان. والكبار كمان. انا عايزه اقول لك يعني تكوين هويه الانثى اصلا انها تتحضن من باباها، لك ان تتخيل، وبيبقى جرح كبير جدا جدا جدا. ولو اقول لك التعليقات اللي بتتقال في الحته دي، او مثلا انها وقت ما تكون ليتس سي هي عارفه العلاقه دي مؤذيه وانا لازم اخرج منها، وتقولي ساعديني ان انا اخرج منها، تيجي واخده القرار والدنيا تمام وفي السيشن فاهمه وشايفه كل حاجه، تقولي انا مجرد ان هو احنا هنعمل ده او ان انا خلاص هخرج بره العلاقه انا بحس اني بموت حرفيا، ممكن تخش في بانيك اتاك، وممكن فعلا ضغطها او السكر على الرغم ان هي اساسا هي عايشه بالوعي. بطريقه هي عارفه بالوعي غلط. يعني الوعي ده اللي هو انا شايفاكي وشايفه المكان، وده الوعي. فانا لا، هو كل ده في اللاوعي اللي هو امتى بيطلع علينا بقى، او امتى بيبقى موجود والطفل الداخلي امتى ده بيكون في ضغط عصبي، فاللي بيتحكم فينا هو. عشان كده دايما لو الاب يعني قاسي على البنات او على الاولاد عموما، بنلاقي بعد كده البنت لما تيجي تتجوز سبحان الله بتتجوز واحد شبه باباها في التصرفات القاسيه، ورغم ان هي رافضه ده. صحيح، لانها بتختاره عشان هي ما تعرفتش من الصغر، بتختاره باللاوعي. يعني انا عايزه اقول لك مثلا في ناس تقول لي على فكره ده هو جه تقدم لي انا ما جيتش جنبه مثلا، اقول لها هو كده كده بيجي لك انت ان انت اصلا بتوافقي عليه، ما انت بتوافقي. ايوه صح. فهو ده التكرار طبعا اللي بيحصل، ومش بس القسوه. يعني عذرا انا ازود لك حته كمان، عايزه اقول لك الدلال الزياده مثلا، الدلال الزياده كمان، ده الدلع الزياده ده حاجه صعبه جدا. فهي في خطا في فكره الاساءات، ان هو كل بيتكلم ان لا على فكره انا ما اتضربتش زمان وانا تمام مثلا، او ان لا هي كانت فيها وفيها او هو كان فيه وفيها عشان كده العلاقه دي مؤذيه. لكن طبعا الدلع بقى وكل حاجه متوفره وكل حاجه متاحه. الاساءات ليها اسامي كتيره وليها طرق كتيره، وكل واحد فينا عنده حاجه اسمها المنطق الخاص او البرايفت لوجيك، او ببساطه شديده نظرتنا اللي بنشوف بيها العالم والاخرين ونفسنا من خلال التربيه في الصغار والاب والام، وفيها طبعا اوريدي يعني احنا اوريدي النظاره دي موجوده عندنا، فبتيجي التربيه بتديها الشكل بتاعها، بس اوريدي كل واحد فينا ما فيش حد عنده البرايفت لوجيك زي التاني. يعني النضاره بيشوف بيها العالم استحاله تلاقيها زي التاني، استحاله. عشان كده برضو يا كوتش شيهان بنلاحظ ان الاب اللي بيضرب زوجته تلاقي الابن، يعني لو عنده ولدين تلاقي منهم بعد كده في المستقبل لما يتجوزوا واحد منهم بيضرب مراته بنفس العنف والطريقه اللي كان باباه بيضرب بيه مامته، والتاني استحاله يمد ايده وبيحترمها وبيقدرها، وممكن يبقى بيعمل حاجه عكس ده تماما. ايه الاختلاف بقى ده؟ ليه الاختلاف بين الشخصيتين؟ اوكي، علشان خاطر زي ما بقول لك المنطق الخاص بتاعنا، يعني النضاره اللي بنشوف بيها الحاجه اللي قدامنا. يعني ليتس سي مثلا خلينا نتخيل كده مشهد، حضرتك كنت سايقه العربيه فلقيتي حد كسر عليكي، اوكي، ففي ناس هتتعصب وتتنرفز وازاي وتعمل خناقه ومشكله، في واحد معلش اصل يمكن حصل له كذا يمكن حصل له كذا، وده ما بيستحملش، يعني ده ما بيستحملش تفسير ده. يعني لو قعدتي مع الاثنين يقول لك لا هو ازاي، يعني حتى لو في حاجه لازم ادب واحترام مثلا، الثاني يقول لك ماشي افرض في كارثه عنده، هو انت ما فيش في مره سرعت، ما بيقبلوش راي بعض. في نظاره خاصه انا بفسر بيها مع انه مشهد واحد، وانا وانتي ماشيين في نفس الطريق، وانا وانتي ليتس سي كمان حتى بنفس العربيه، صح، ولكن المنطق الخاص بتاعنا بيفسر بطريقه غلط ده حاجه، او بيفسر بطريقه مختلفه مش غلط، هو بيفسر بالطريقه اللي هو شايفها. والحاجه الثانيه ان هو مش بس مع كده ان هو يعني، فبالتالي انا بفسر التربيه اللي انا شفتها من بابا او من ماما، بفسر الطريقه اللي انا شفت بيها الموقف. والحاجه الثانيه كمان ان هو ممكن نفسيا او جينيا يكون بنقول له مثلا لسه صدمات عبر الاجيال مثلا، دي بتورث في الجينات بتاعتنا. معقول الصدمات عبر الاجيال بتورث؟ طبعا يمد سبق أيوة، زي ما بيقول كده. هي عارفه الامثال دي هي ايوه امثال حقيقيه فعلا جوه حياتنا، فهتلاقي ليها معنى نفسي وطبي جدا شديد. صحيح. فممكن كده امتى بنوقف الباترن والدايره؟ لما بنبدا نتعافى. تمام، احنا عرفنا اهميه التعافي. طب ايه الخطوات اللي احنا نقدر نعملها علشان نتعافى من المشاكل دي كلها؟
حلو. الخطوات اصلا بتيجي عارفه زي ايه اللي هو ايه اللي سبب المشكله، فيلا بينا نقعد نعالج كل حاجه. فاللي سبب المشكله الاول، واحد، ان انا مش عارفه نفسي. ودي اتحداكي لو حد جاوب على السؤال هو انا مين. انت مين؟ السؤال ده صعب جدا جدا جدا. وبعدين في هتلاقي بقى الردود طبعا جايه لك، انا فلان، انا الدكتوره كذا، او انا المهندس كذا، او انا الدكتور كذا. فده بيعرف نفسه من غير وظيفته، فانا ممكن اروح داخله ليفل تاني. طب مين انت من غير ما تملك ومن غير ما يمكنك التحكم بيه؟ صح. ومن غير وظايفك ولا شهاداتك، انت مين؟ فدي تبقى صعبه جدا جدا صح. مش جدا. عارف مميزاته ومش عارف عيوبه ومش عارف نقاط فمحتاجة الضعف أفهم بتاعته نفسي والقوه، الأول. احتياجاته ايه، بالظبط، ايه المطلوب بالظبط، منه. بالظبط. مش عارف اي حاجه، مش عارف احتياجاته، مش عارف هو عايز ايه وبيحب ايه وبيكره ايه. مش عارف هو فعلا بيحب الحاجه دي ولا ما بيحبهاش، ولا دي اتفرضت عليه من زمان مثلا، ايوه، ولا دي حاجه هو انا خدتها باي ديفولت. يعني انا خدتها ليتس سي ان ايه، ماما قالت لي ان الجواز لازم 1 2 3. اسالي واحده داخله تتجوز، انت ايه مواصفات شريك حياتك؟ لو هي لسه ما جالهاش حد، اوكي، فهتقعد بقى تسال لا ما اعرفش، لا وعايزه كذا، فهي بتقعد تقول كل الحاجات. طب حضرتك في شخص هيلبس بدله سودا وهيقعد جنبك، وعلى فكره هو ليه دور بعد الفرح، يعني احنا هنخلص البوفيه في دور بقى، ايه عايزاه اعمل ازاي ولا ايه، حرفيا ما بتعرفش توصف هو ايه. فمعناها انها مش عارفه الاحتياجات بتاعتها. وده على فكره راجل وست، يعني الموضوع عندي بيحصل في الحالتين، راجل او ست. تمام. فمش عارفين الاحتياجات. اول حاجه لازم نعرف الاحتياجات، نعرف نفسنا، نعرف الاحتياجات بتاعتنا. وبعد ما نعرف الاحتياجات لازم نعرف الحدود، ايه اللي بقبل بيه وايه اللي ما بقبلش بيه، وايه اللي ممكن اتفاهم عليه وايه اللي ممكن عادي اتغافل عنه، وده توتالي اوكي. كمان بعد ما بتعلم ان انا احط الحدود، بحتاج كمان ان انا اعالج الجروح بتاعه الاساءات الاربعه، اللي هي الهجر والخزي والاستياء والخوف. تمام. واللي بينتج عنهم حاجات كتيره جدا، الكل ممكن يتفاجئ انها بتنتج عنها. فبالتالي بنبدا نعالج الظلال دي، وده طبعا بنعمله في برامج او في سيشنز، فطبعا بيختلف كتير جدا. فدي خطوات التعافي. احنا عايزين نقول رسالة بقى من كلام حضرتك، يعني ان العلاقات المؤذية دي مش نهاية العالم. صحيح. دي علاقات بتخلينا نقدر بعد كده ناخد خبرة ونحط بعد كده حدود مع الناس اللي بنتعامل بيها. صحيح. ونعرف حدودنا ايه ونعرف نحمي نفسنا منهم ازاي. صحيح. في نهاية حلقتنا أنا أشكرك جدا يا كوتش شريهان، أنت نورتينا النهاردة وأسعدتينا، وإحنا فرحنا بوجودك معانا في أول حلقة من حلقات برنامج صباح الهنا. ونشكركم في آخر الحلقة، ونشوفكم على خير إن شاء الله، وأسبوعكم كله هنا وسعادة لغاية ما نتقابل يوم السبت الجاي. سلام.